اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتكم طارق ميرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالى النهارده نشوف مين الشخص اللي بيفكر فيك في السر وانت ما تعرفش. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو طبعا حابه اشكركم على الكومنتات بتاعتكم، ربنا يبارك لكم وربنا يديكم اضعاف مضاعفه زي ما بتدعوا لي كده في الكومنتات. وطبعا اي حد طبعا حاسس ان القراءه منطبق عليه وحابب يكتب حاجه في الكومنتات ممكن طبعا يشاركنا برايه. واللي اول مره بيزور القناه يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك، فعلوا زر الجرس، يا ريت ما تنسوش اللايك لانكم بتاثروا معايا في اللايك كل مره. واللي حابب يحجز قراءه خاصه هتلاقوا رقم التواصل في صندوق الوصف تحت. القراءه هتكون بحروف اسمك انت، تمام؟ ما تحطش حد في نيتك تماما، لان احنا هنكتشف مين بقى اللي بيفكر فيك او بيراقب فيك. فهتلاقوا طبعا الاحرف في صندوق الوصف تحت. ويلا بينا نبتدي على طول بالقراءه. وطبعا حابه انوه ان انا الفتره دي ما عنديش قراءات مجانيه عشان الناس بس ما تزعلش. القراءات دلوقتي كلها مدفوعه، محجوزه ومدفوعه الاجر، تمام؟ التواصل بيكون من خلال الواتساب، الرقم هتلاقوه في صندوق الوصف تحت. يلا بينا على طول نبتدي بالقراءة رقم 1. أصحاب الاختيار رقم 1، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك انت علشان طبعا تعرف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. الطاقة بتاعتك انت. مم. طيب شايفة طبعا ان انت بتفكر في شخص كتير جدا جدا جدا، يعني الشخص دوت انت بتحبه، نفسك تروح تقوله ان انت بتحبه وتعترف له بالمشاعر، لكنك انت متردد. كمان شايفاك ان انت حاسس ان الشخص دوت هو الحظ بعينه، يعني ان انت شايف ان هو الشخص اللي هيظبط لك حياتك، الشخص اللي انت معتمد عليه كليا، حاسس ان هو اللي هيغير حياتك، هيغير. ممكن تكون كمان معتمد عليه ان هو هيغير مكانك اللي انت قاعد فيه دلوقتي، او ان هو هيدخلك في حياة جديدة، او هيعرفك على دنيا جديدة انت ما عشتهاش قبل كده. شايف ان هو الطريق وهو المسار بالنسبة لك. لكن انت في حد في حياتك، الشخص ده مهم جدا، يا اما زوج يا اما زوجة، يا اما مثلا حد من الاهل. ممكن ان انت حاسس ان هو معترض العلاقة دي او هيعترض العلاقة دي. ممكن يكون في عندك في حياتك مثلا حد زواج، وانت شايف ان هو السبب في ان العلاقة دي ما ينفعش ان هي تكتمل، العلاقة الاولى، لان انا شايف ان انت ممكن تكون مرتبط وبتفكر في حد تاني. وممكن تكون انت اصلا بتفكر في حد متزوج، وانت دايما قلقان عليه الشخص دوت، وحاسس ان هو مش مبسوط مش مرتاح في علاقته في الزواج اللي هو فيها. وانت دايما حاسس او شاكك ان هو بيفكر فيك. ممكن يكون مرتبط كمان ارتباط، يعني مش شرط زواج، ارتباط مثلا عاطفي، او ارتباط مثلا خطوبة. فاهمين قصدي؟ مش شرط ان هو يكون زواج بس، لكن انت حاسس ان الشخص دوت مش مرتاح في حياته، انت حاسس ان هو دايما بيفكر فيك. دايما انت قلقان على الشخص دوت. كمان شايفاك ان انت ممكن تكون مرتبط بعيلتك جدا، او ممكن يكون انت عندك استقرار عائلي، ممكن تكون انت برضو متزوج. انا بقول لكم طبعا كل حاجه في الكروت علشان تاخدوها على حسب القراءه بتاعتكم، يعني بشرح لكم الكروت زي ما هي قدامي، فشوف طبعا كل حاجه تناسبك او اي حاجه تناسبك خدها ليك انت. شايفاك ان انت دايما بتتوقع حاجات والحاجات دي بتحصل، يعني ممكن يكون انت عندك حس عالي جدا، او ان انت متواصل بروحك الداخليه جدا جدا، فانت بتتوقع حاجات وبالفعل الحاجات دي بتحصل. كمان شايفاك ان انت ممكن تكون الشخص ده عمال تطمن عليه من فترة للتانية، عمال بتراقب فيه بتبص عليه، دايما بتبقى عاوز تعرف اخباره، حاسس ان هو عايش حياته ومش مهتم بيك الشخص ده. حاسس ان انت بس اللي عمال تفكر فيه، ان انت اللي مهتم بالعلاقة، بس عندك احساس داخلي ان هو مش ناسيك، تمام؟ فدي الطاقة بتاعتك علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. طيب تعالى بقى نشوف مين الشخص اللي بيراقب فيك او بيفكر فيك وانت ما تعرفش. اولا ده شخص متيسر الحال جدا، ممكن يكون متعلق بوالدته قوي، شخص ممكن يكون عنده عيلة مستقر. شخص كمان ممكن يكون من خلال الانترنت برضو، ده للبعض. عنده استقرار برضو عائلي واستقرار مادي.
شخص ممكن يكون له علاقة بالقضاء أو القانون، أو عنده مشكلة عامل فيها مثلا قضية ليها علاقة بالقضاء أو القانون. ممكن يكون عنده حد سجين برضو، أو هو كان سجين، أو هو شخص سجين جوه أفكاره. يعني هو حاسس إن هو محبوس جوه فكرة مش عارف يطلع منها، أو مش عارف ياخد القرار معاك. الشخص ده عمال يراقب فيك جدا جدا على فكرة. شايف ان انت حد عاجبه قوي، ان انت حد متألق. مش بقولك ده ممكن يكون له علاقة بالقضاء او القانون، ممكن يكون مثلا شرطي، او مثلا عنده قضية، او انتوا كنتوا اصدقاء من خلال الانترنت. الشخص ده كان في رسائل ما بينك وما بينه قبل كده، كان بيجمع ما بينكوا رسائل انت والشخص ده، لانه هو محتفظ بكلام ليك عنده. كان في اتصالات ما بينك وما بينه كمان الشخص دوت. او ممكن يكون ده شخص انت كنت بتستشيره في حاجة، ممكن يكون مثلا محامي، وانت كنت بتستشيره مثلا في قضية، في حاجة زي كده. الشخص ده ممكن يكون بيسافر كتير جدا، ممكن يكون له علاقات خارجية بره كتير، لكن الغالب على طاقته ان هو شخص متيسر الحال، شخص أنيق جدا في نفسه، شخص واعي جدا لأي حاجة هو بيعملها. شخص ممكن يكون كبرياءه عالي قوي برضو، خلي بالك من حتة زي كده. شخص ناضج فاهم هو بيعمل ايه. مش من السهل ان هو يبين لك ان هو بيراقبك، لان هنا هو متخفي بيفكر فيك وبيراقبك، لكنه هو مش عايز ان انت تعرف ان هو بيراقبك. هو بس عمال يطمن عليك من بعيد لبعيد. كمان ممكن يكون هو شخص قارئ، او مثلا بيلف العالم زي ما قلت لك. ممكن يكون عنده حد في الأسرة صحته سيئة الفترة دي. كمان ممكن البعض يكون هو رسام، او بيعمل خواطر، او بيكتب مثلا مذكرات ليه او حاجة زي كده. الشخص ده برضو للبعض ممكن يكون يملك سيارة او يملك منزل، او هو من اسرة متيسرة الحال. يعني هو ما شاء الله المادة واضح ان هي في اعلى حالاتها معاه. الشخص ده ممكن يكون متزوج وعنده طفلين، ده للبعض. او هو شخص بالرغم ان هو ناضج وبيفكر كويس جدا، لكنه هو من جواه طفله، في طفل داخلي بيحركه. يعني ممكن تحس ان هو آه، بيبقى محتاج لحاجات بسيطة جدا تسعده او تفرحه الشخص ده. الشخص ده ممكن كمان للبعض، بص انا بقولك كل الاحتمالات اللي ظاهره لي. ممكن يكون هو فاتح مثلا مصنع خياطة، او عنده محل ملابس، او عنده محلات ملابس، حاجة زي كده برضو. دي حاجة من ضمن العمل اللي هو ممكن يكون بيعمله. او مثلا هو شخص كان ابتدى منذ البداية، يعني اللي هو شخص عصامي بنى نفسه بنفسه، ابتدى من حاجات بسيطة جدا لحد ما كبر نفسه ووقف على رجليه. وممكن كمان يكون هو متزوج من حد مثلا، او مرتبط بحد. ممكن يكون الشخص دوت مثلا بيفصل ملابس، او بيعمل حاجة زي كده، او شغال في مصنع او حاجة زي كده برضه. ممكن يكون عنده برضه حد زي ما قلت لك تعبان، وهو خايف عليه مثلا لا يتوفى او حاجة زي كده، او ممكن يكون كان بالفعل في حد لسه متوفي في حياته من قريب، وده عمل له حالة نفسية صعبة جدا. الشخص دوت ممكن يكون كان فيه هدايا ما بينك وما بينه، كان بعت لك هدية او انت بعت له هدية، او هو بيفكر بالفعل ان هو يعمل كده دلوقتي. شخص اقولك كمان على حاجة، هو ممكن يكون معطاء، يعني بيساعد الناس اللي حواليه كتير. في ناس معتمدة عليه كمان ماديات، يعني هو ممكن يكون بيساعد ناس، وناس معتمدة عليه ان هما بيطلبوا منه المساعدة. الشخص ده بيعشقك جدا على فكرة، عمال يبص عليك من بعيد لبعيد، بيفكر فيك، بيتخيلك معاه في علاقة جسدية. بيتخيلك ان انتوا مع بعض في بيت، او ان انتوا خارجين مثلا مع بعض وقاعدين مع بعض في مكان، بتحكوا لبعض مثلا على اللي جواكوا. الشخص دوت عايش في خيالاته معاك بطريقة فظيعة جدا جدا على فكرة. تعالى بقولك الأبراج اللي معايا هنا. برج في برج الميزان، في برج الحمل، في قوس، في دلو، في جوزاء، سرطان، حوت، عقرب، طور، عذراء لو ما قلتلكوش عذراء، ميزان. بس دي الأبراج اللي معايا في القراءة رقم 1، فأنا بشكركم جدا جدا. أصحاب الاختيار رقم 2، أهلا وسهلا بيكم معايا. تعالى نشوف الطاقة بتاعتك انت، علشان تشوف القراءة دي منطبقة معاك ولا لا. تمام. قلقان، انت دايما قلقان ليه؟ مزاجك متقلب، بتحب حد اصغر منك ولا ايه؟ ممكن تكون بتحب شخص اصغر منك. الشخص دوت انت خايف عليه، قلقان عليه، متعلق بيه قوي.
بتموت في علاقات علشان الشخص ده، او ممكن تكون انت عاوز تموت العلاقة دي خالص من كتر ما انت تعبت منها، مش عارف تخرج الشخص ده من تفكيرك. شايفاك ان انت مش مهتم بصحتك ابدا ابدا الفترة دي. ممكن تكون بتحب حد مختلف عنك دينيا، ممكن يكون هو من ديانة وانت من ديانة، ممكن يكون هو مختلف عنك في المكان، او في ما بينكم اختلافات كتير، ممكن تكون انت اكبر منه في السن بكتير جدا. انت شايف ان هو مبسوط وبيضحك وبيلعب وبيهزر، لكن انت بتقول لنفسك يعني ان ما بينكم اختلافات كتير، وان هو مش حاسس بيا. برضو هنا فيكم حد ممكن يكون بيفكر في حد من خلال الانترنت، حاجة عاوز تعملها الفترة دي، حاسس ان هي هتوصلك لنجاحات كبيرة جدا، لكن انت ممكن تكون متردد. ممكن يكون في العمل عندك او حاجة زي كده. لو انت شغال فممكن يكون العمل دلوقتي عندك بطيء شوية، في مشكلة عندك في العمل. ممكن تكون مبقتش مهتم بنفسك بسبب الشخص ده، بقيت حاطط كل تفكيرك معاه هو. انت يعني اصحاب المجموعة دي انتوا عندكم مشكلتين. مشكلة مع الشخص اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، ان انت حاسس ان في اختلافات ما بينك وما بينه كتير، وعندك تقصير في الماديات، دي حاجتين تعبينك قوي. تمام. حاسس ان انت بتقول لنفسك ان العلاقة دي استحالة ان هي تتحقق، لان انتوا في ما بينكم حاجات كتيرة، موانع كتير. وكمان انت بتقول لنفسك ان الماديات بقت صعبة جدا، وان انت ما بقيتش عارف تاخد خطوة للامام، بقيت حاسس ان انت واقف في مكانك ما بتتحركش. وحاسس ان في اعداء حواليك ممكن يكونوا مثلا بيدبروا لك حاجة. كمان انت حاسس ان انت يعني كل ما بتتقدم خطوة الدنيا بترجع تقف تاني في مكانها، مفيش اي تقدم، بتقف في نفس المكان وبتقف في نفس الحزن، وفي نفس الصعوبات اللي انت فيها بترجع ليها تاني. ممكن يكون عندك حد من الاهل برضو، من الاسرة او من العائلة، انت حاسس ان هو شخص خذلك، او مثلا اشخاص يعني بيحملوا لك نية سيئة، بيفكروا فيك تفكير سيء. بتحس ان انت بتبقى مطمن قوي لما بتبقى في وسط مثلا والدك والدتك اخواتك، ممكن تكون برضو انت عندك اولاد، بتبقى مطمن جدا وانت في وسطهم، بتحس ان هو ده الامان والقوة بالنسبة لك. حاسس ان انت كل ما بتحصل عندك فرحة في حاجة بتزعلك، وحاجة بتنكد عليك، وحاجة بترجعك للحزن تاني. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده فيه ذكريات معاه كتيرة جدا انت مش قادر تنساها. ساعات بتقول لنفسك ان انا خلاص الشخص ده مش عايزه ويروح بقى لحاله، وانا مش هفكر فيه تاني، وكل واحد فينا في حاله. بس قلبك بيرجعك ليه تاني، ترجع تفكر فيه تاني وبتحبه تاني من اول وجديد، وبتحس ان الحب بيرجع ينمو تاني من اول وجديد. ممكن يكون انت عاوز تسافر، او انت مسافر بعيد عن الشخص اللي انت بتفكر فيه، او عايز حياة جديدة. دايما قلقان على مستقبلك، دايما قلقان على الشخص دوت، دايما قلقان على الناس اللي حواليك. بتقول لنفسك ان قلبك طيب وهو اللي بيعمل فيك كده، يعني انت سبب اللي انت فيه ده كله بسبب قلبك الطيب. ممكن كمان تكون انت عاوز تنتقل لمرحلة جديدة في العمل، ممكن تكون الماديات زي ما قلت لك عندك فيها تقصير، فانت عاوز تشتغل حاجة تانية، او عايز تفتح حاجة جديدة، او عايز تروح لمكان جديد، او عايز تعمل فكرة جديدة، يعني اللي هو عاوز تغيير طاغي على الطاقة بتاعتك. ممكن برضو تكون انت مريض ومش مهتم للمرض اللي عندك، ما بتكشفش مثلا، ما بتروحش للدكتور، يعني مهمل شوية في صحتك. ده للبعض. تمام. فطبعا خد بقى اللي يناسبك من القراءة عشان تشوف القراءة دي مناسبة معاك ولا لا. طيب مين الشخص بقى اللي بيفكر فيك وبيراقبك، او مهتم لامرك وانت ما تعرفش؟ تعالى نشوف كده مواصفاته هو مين. ده صديق ليك. صديق ممكن يكون الصديق دوت غامض شوية، ما بيحاولش يبين اسراره، ما بيحاولش يحكي لك عن اسرار عنده كتير. الشخص دوت بيفكر ان هو يبعت لك رسالة لكنه متردد. الشخص دوت شايفك ان انت حد طيب جدا،
وشايفك ان انت كنت انسان وافي معاه جدا جدا، لكن هو ممكن يكون غدر بيك الشخص ده. ممكن تكون انت كنت كمان قايل له على كلام، فهو راح افشى الاسرار اللي ما بينكم، او هو محتفظ باسراره جدا، مش بيحاول يحكي لك اي حاجه تخصه. الشخص دوت في ناس بتتكلم عليه في ظهره كتير قوي، وفي ناس مش تمام في حياته، وفي ناس دمرته برضه. ممكن يكون هو كان في علاقة قبلك، علاقة سامة، العلاقة دي دمرته. مثلا يكون هو كان مرتبط بحد، والحد دوت يعني زي كأنه فضح الأسرار أو أفشى الأسرار اللي ما بينهم هما الاتنين، واتكلم عليه كتير. شخص دايما حذر حذر من الأشخاص اللي حواليه، بيخاف يدخل علاقات. شخص، لكن انت وقعته في حبك، لكن هو من البداية هو ما كانش عاوز يرتبط، مش عاوز يحب، مش هو عاوز يفضل في حاله كده، مش بيحب هو ان هو يرتبط بحد، هو عاوز بس يخش العلاقة كده يجرب شوية ويخرج منها، لكن انت وقعته في الحب. على فكرة هو برضو شخص طيب، يعني مش مثلا مش بيحمل نوايا سيئة ولا كده، لا هو شخص طيب، بيعرف يهتم ازاي بالناس اللي حواليه جدا. شخص عاطفي بطبيعته، لكنه هو خايف بس، هو خايف من العلاقات، بس دايما حريص ان هو ما يحكيش اسراره. دايما بتحس ان هو غامض، بيختفي كتير الشخص ده برضو. شخص أنيق جدا في لبسه، ممكن يكون ليه كده حاجة معينة بيحب يلبسها كتير مثلا، يعني حاجة بيعتز بيها مثلا. كمان أقولك على حاجة، الشخص ده ممكن يكون لو هو رجل فهو شعره طويل شوية، شعره طويل. عنده مشاكل في العيلة كتير على فكرة الشخص ده، عنده رجل مسيطر عليه في حياته جدا جدا، مش امرأة، هو رجل، وهو بيصبر عليه وبيستحمل كلامه، وبيصبر على الوضع اللي هو فيه، لأنه حاسس إنه مش عارف ياخد قرارات بسبب الشخص دوت في حياته. الشخص دوت ممكن كمان يكون متقلب المزاج، يعني ممكن شوية تلاقيه مقرب ليك قوي، شوية مبتعد، اللي هو مش مستقر على حال معين معاك، لكن اللي هو بيفكر فيه ان هو عايز يقدم لك خاتم الزواج، عاوز يعقد عليك عقد رسمي، عايز يخليك في المحيط يعني في المحيط بتاعه او الدائرة بتاعته في حياته، عاوز يقربك ليه، لان هو شايف ان انت اكتر حد تستحق حاجة زي كده. هو حاسس ان انت اقرب حد لقلبه، وان انت اكتر حد فهمته، وان انت الحد اللي فعلا يعني وقعته في الحب، او ان انت اللي قدرت يعني تاخد قلبه. شايفك ان انت مأثر فيه في كل جوانب حياته، مش قادر يبطل تفكير فيك الشخص دوت. عنده اشخاص بصوا زي التعابين كده من حواليه، غدروا بيه، وفي انت ممكن تكون حذرته من اشخاص، لكن الاشخاص دي هو ما سمعش كلامك، وفعلا الاشخاص دي هو اكتشف ان هم اعداء بالنسبه له، وان هم بعد ما كانوا بيبينوا له الحب، لكن هو اكتشف قد ايه ان هم ناس مش تمام، او ناس اعداء بالنسبه له. هو بيحاول دلوقتي يعمل فلترة على حياته، بيحاول يسيب الناس الكويسة، والناس اللي مش تمام بيحاول يخرجها من حياته الشخص ده. واكتر حاجة باينة عليه في شخصيته ان هو شخص مضحوك عليه، شخص اتغدر بيه كتير، شخص اتخان من اشخاص حواليه كتير، شخص كان تصرفاته مش صح وانت كنت بتنصحه كتير ممكن، لكن هو ما كانش بيسمع الكلام لحد ما هو خلاص اتدبس في الحاجة دي، يعني هو ما سمعش كلامك لحد ما هو وقع فعلا في المشكلة دي. ممكن يكون في مشكلة دلوقتي أو خصام ما بينك وما بينه، لكن هو بيغير عليك جدا جدا، حاسس ان في شخص بيقرب لك وهو غيران عليك جدا من الشخص دوت. آه كمان هو شايف ان هو هيفضل يفكر فيك كتير، يعني مش هيقطع تفكير فيك، بالرغم ان هو شايف ان في عقبات في العلاقة دي، وان هو عشان يوصل لك لازم يعمل خطط واهداف علشان يوصل ليك. بس هو أكتر حاجة بيفكّر فيها إن هو يا يبعت لك رسالة، يا إمّا يكلّمك اتصال تليفوني على طول، لإن أنا عاوزة أقول لك إن أنت وحشه جدًا، جدًا، جدًا. كمان أقول لكم على حاجة بقى،
ممكن يكون فيكوا توأم شعلة انت والشخص دوت، وهو حاسس بحاجة زي كده. ممكن يكون انت بتكرر لك ارقام كتير، يعني ممكن مثلا رقم 22 بيتكرر لك كتير، 11 بيطلع لك. آه، دي رسالة ليك انت، دي ممكن يكون انت ملاكك الحارس حواليك في الوقت دوت، او ان هو مثلا في رسالة جايلك مثلا من عند ربنا بتبشرك بشيء. الشخص ده كمان ممكن يكون بيسافر او منفتح عن على العالم، او مثلا على السوشيال ميديا كتير جدا، بيقضي وقت كتير على السوشيال ميديا. شخص ليه صداقات كتير على فكرة، برضو ليه علاقات كتير، يعني دي برضو حاجة باينة عندي. لكن شخص لما بيقع في مشكلة بيحس ان انت اكتر حد ممكن تحلها له. اكتر حاجة غالبة على شخصيته ان هو ممكن ياخد جنب الانطواء والابتعاد، وبيقعد يفكر كتير جدا جدا، وتلاقيه مرة واحدة ظهر تاني ورجع تاني في حياتك وبقى موجود. فهي دي مواصفات الشخص اللي باينة قدامي. احب بس اقول لكم الابراج قبل ما اقفل. معايا هنا برج الاسد باين جدا بقوة، ومعايا برج الحوت، ميزان، عقرب، ثور، دلو، جدي، في كمان عذراء، في قوس، في حمل، سرطان، الجدي قلت لكم الجدي انا. بس دي الابراج اللي موجوده عندي في القراءه رقم 2. فانا بشكركم جدا جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، دعموني بزر اللايك وفعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.